أصدقائي، أحبائي، أعزائي، الناس اللي باشوفها كل 4، 5 شهور مرّة في القناة هنا، إزيكم؟ أنا مازن عادل، أنا ما باعملش hook ولا جاي أقول لك، هو فعلًا أنا باحاول بقدر الإمكان إن أنا أتغلب على التعفُّن الدماغي. إزاي يا صاحبي؟ هاقول لك دلوقتي، بس أنا حابب أقول لك إن خلاص mini podcast بقى official mini podcast، مش الحاجات اللي إحنا كنا منزّلينها قبل كده في كذا حتّة وبتاع، لأ هو ده official mini podcast. أي حاجة كانت نازلة قبل كده اعتبرها دي كانت الdemo أو أنا باجرّب فيها، باتست السكريبتات، اللي أنا بالمناسبة في منها سكريبتات هتتعاد تاني وتتوثّق تاني هنا في الchannel، وعايز يحصل عليها جدال وخناقات وبتاع عشان أنا بجد عاجبني الحوار ده. التعفُّن الدماغي يا صاحبي خلّاني أعمل الحلقة دي بسبب اللي هو فعلًا مدمّر أدمغة ناس كتير، ناس كتير أنا أعرفها شخصيًا، مدمّرهم بشكل مش طبيعي. بس في حاجة تانية هي اللي شجّعتني بقى إن أنا أقوم أسجّل، يعني أنا فعلًا الفكرة في دماغي بس في حد خلّاني أقوم أسجّل، مين هو؟ عم أشقية اليوتيوب في مصر محمود إسماعيل. محمود إسماعيل كان منزّل امبارح فيديو يوم 15، تابعه كل شهر ينزّل فيديو في نفس اليوم، هو كان منزّل فيديو ابن لذينة جامد جدًا، بيتكلّم عن فكرة إن هو هكّر خوارزميات الإنترنت، سرق فيديوهات، هو حرفيًا سرق فيديوهات كرّرها بالحرف، شكرًا، بقى عنده محتوى زي الفل يا اسطى، بيجيب له فلوس ويدخّل له عوايد بنت لذينة من فيسبوك، تمام زي الفل. طيب ماله ومال التعفُّن الدماغي؟ ما هي الفيديوهات دي فيديوهات تعفُّن دماغي. أنا باتكلّم بقى أنا إزاي باحاول إن أنا أتغلّب على التعفُّن الدماغي ده. أنا مستخدم للكمبيوتر من وأنا صغير، يعني أنا استخدامي الmain هو الكمبيوتر، الموبايل ده بالنسبة لي اللي هو ده حاجة ثانوية كده ماشي، يعني باحاول إن أنا بكل الطُرق إن أنا أخلّي الموبايل ده ما لوش لازمة في حياتي. أي نعم هو دلوقتي مهم جدًا تمام، بس لأ، يعني أنا باحاول بكل الطُرق وهاسعى وهافضل أسعى إن أخلّي الموبايل ده بالنسبة لي هو موبايل للمكالمات بس، أو عشان أستخدمه قبل ما أنام وأنا بscroll في فيسبوك باتابع حاجات أنا مهتم بيها، أنا مهتم بيها. طب بتعمل إيه عشان تتغلب على التعفن الدماغي؟ قبل كده كنت باعمل حركة إن أنا بالعب مع فيسبوك أو أي منصة في الخوارزميات، زي ما مثلًا محمود إسماعيل كان بيعمل، بس أنا باعمل من ناحية تانية. أنا باعمل إيه؟ دلوقتي أنت يا صاحبي بتحط لي حاجات تثير الجدل وحاجات ما اعرفش بتعمل ايه، واخش اتابع الوليه الفلانيه بتشتم مين وبترقص فين والحاجات التعبانه دي، انا مش مهتم بده كله. انا جاي لك يا عم الفيسبوك عشان انا مهتم بواحد بيكريت فيديوز بشكل معين، واحد بيصور بطريقه مش عارف عامله ايه، واحد بيعمل اكل ابن لذين انا عايز اعرف الاكل ده بيتعمل ازاي، هل هو صحّي مش عارف إيه، كده. يعني أنا حاجات أنا مهتم بيها هي دي اللي أنا عايزها، فبالعب لعبة اللي هو الحاجة اللي أنا مش مهتم بيها بscroll، والحاجة اللي أنا مهتم بيها أفضل قاعد هو ما فيش غير دي اللي هافضل باتفرّج عليها، ويعني هاسبان فُرجة على الحاجة دي. الراجل ده برنس في المونتاج، هاسبان فُرجة على كل فيديوهاته، لحد ما فيسبوك يفهم هو أنت مهتم بده خلاص هاعرض لك ده. مهتم مثلًا بواحد دايمًا بيعمل أكل بطريقة بسيطة، فتعالَ نخش نتفرّج عليه ونسبام فرجة عليه عشان يبدأ يعرض لي الشخص ده. فضلت أعمل كده في الفيديوز، وأي فيديو أنا مش مهتم باقول له not interested خلاص شكرًا، تمام، لحد ما كان في page بتظهر لي، الpage دي ما شاء الله يعني متفرع منها بتاع 60، 70 page تانية. فأنا كنت باعمل حركة ذكية، هي not interested في واحدة والباقي كل أمّا ييجي تمام، بلوكات، 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 عشان خلاص هو أنا مش مهتم فعلًا بالحوار ده،
يا عم DIY وحاجات أنا مش مهتم، أنا الحاجات دي لو هاشوفها أنا بافتح يوتيوب وأسيرش، الحاجات دي في أنا راجل يوتيوبي، الحاجات دي مش مكانها هنا بالنسبة لي، يعني ليه أتفرّج على حد بيعمل حاجات بالطريقة دي على فيسبوك، يا عم أنا عايز المحتوى السريع، الواحد يفهّمني تريكاية في المونتاج بسرعة، أكلاها بسرعة، أتفرّج عليه وأخلّص وأقوم أكمّل حياتي. البوستات برضه أنا عايز بوست بيتكلّم في حاجة مفيدة أو أعرف أتناقش مع حد فيه ويكون حلو. لكن ما تجبرنيش إن أنا أدخل أتفرّج على واحد ملحد وواحد ما أعرفش بيعمل إيه، بيتخانقوا وهو أنت عافية هتخش تتناقش معاهم، أصل هو أنت مش مهتم يا عم، ما يولع الملحد على الكافر على ما يولعه يا عم أنا ما ليش دعوة، أصل أنا أدخل أرمي كلام وأتشتم ليه يا عم مش عايز الكلام ده. فضلت فترة على الموضوع ده، بس ما جابش نتيجة الصراحة قوية، رجع تاني الخوارزميات بقت أوسخ، بدأ إن هم يعملوا حاجات تعديلات وحاجات زي كده، اللي هو بُص أنت هتلعب معانا اللعبة دي أو أي حد بيعمل اللعبة دي، لأ هو أصل أنا هاجبرك هتتفرج على حاجة تانية، هتتفرج على حاجة تانية، لازم أجبرك إن أنت تقعد تسكرول كتير وتشوف حاجات كتير أنت مش مهتم بيها، أصل هو عافية هاجيبها لك not interested ماشي يا عم تمام. استنى بس عن كام شهر وهارجّعك تشوف الناس دي تاني، بفيديو مختلفة غير الpage بتاعتهم اللي أنت عامل لها بلوك والّا أنت مش مهتم بيها، أصل هو كده، أنا 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 فيسبوك كده، تعبان في دماغي. لحد من قريب حد نزّل extension في بوست بيتكلم فيها إحنا داخلين على رمضان يا جدعان ومش عارف إيه، الextension دي هتوقّف لك كل الstories وتشيل لك كل الفيديوز من الhome page وأي حد بيظهر جنبه كلمة follow. طبعًا هي الحتّة دي مش فعّالة بتاعة الfollow دي، بس قشطة يعني كانت حلوة. افتح يا عم المتصفح بتاعك وشغّلها وادعي لي، أنا بقى مستخدم للكمبيوتر وباستخدم فيسبوك والمنصات دي من الكمبيوتر في أغلب الوقت يعني. رُحت منزّلها، كمية الراحة مش طبيعية، أنا الhome page عندي اتغيّرت مليون في المِيّة على الكمبيوتر وعلى الموبايل. أنا بقى في واحد ده أنا متابعه، الراجل ده بقى هو لازم يظهر لي أول واحد، في بنت أنا متابعها في مجال هي لازم تظهر لي في البوستات، خلاص هو أنا مهتم يا اسطى، فأنت خلاص هو دول اللي هتعرضهم لي، دي بالdesign، ده بيتكلم في موضوع، ده بيمنتج، ده بيعرّفني حاجات في الإضاءة، ده ما أعرفش بيعمل إيه. بالمناسبة هنبدأ ننزّل فيديوز يعني جديدة إن شاء الله قريب، بس لسه باضبّط الscript بتاع أول حلقة. تمام، تمام يا عم، دي حاجة حلوة وبدأ إن هو ي يضبط حاله ويفهم كده إن أنا عايز حاجة معيّنة فأنت هتمشي على هوايا. طيب زي الفل، الفيسبوك تمام، الإنستجرام كده أصلًا بيهنِّج، فأنا ما باشوفش reels الحمد لله يعني إلا نادر لمّا يكون حد باعت لي حاجة وخلاص. وتيك توك ما بافتحوش إلا لمّا بابقى عايز أعمل upload لحاجة، وأنا ما باحبش تيك توك أصلًا وقُلت كده كتير، فهو أوسخ منصة يعني فيهم، فدي مش هاحسبها يعني. جه بعديها وأنا باتفرّج في يوتيوب، لإن زي ما قُلت أنا يوتيوبي وباحب يوتيوب جدًا، ودي منصتي الأولى والأخيرة، يعني لو حد جه يكلمني أنت عايز تعمل محتوى فين؟ أقول له في يوتيوب، مع إن أنا المفروض أصلًا أعمل short videos تنزل على باقي المنصات، بس أنا باحب يوتيوب بشكل مش طبيعي، من زمان وأنا باتفرّج على الlong فورمات وهافضل أتفرّج عليه، يعني أنا ممكن يفتكروني عجوز جدو دلوقتي عشان أنا بافتح فيديو ساعة مثلًا أقعد أتفرّج، يعني حتى البودكاست أنا ما باسمعش البودكاست، أنا باخش أشوف النسخة الفيديو منه على يوتيوب، يعني الناس بت ب بيكتبوا في جروب من جروبات البودكاست يعني، ما حدش يحرق علينا الحلقة عشان إحنا هنتفرّج عليها في يوتيوب، أنا من الناس دي، أنا ما تحرقش عليّا حاجة، أنا باحب يوتيوب جدًا.
ممكن استنى لو انت بتنزل كل اسبوع فيديو، استناك كل اسبوع عشان اشوف الفيديو بتاعك. وبسبورت ناس كتير جدا بسبب الحوار ده. ف عمنا في العالم، في بيودي باي، بيودي باي راح منزل فيديو بيتكلم فيه عن كم السعاده اللي هو فيها، بعيد عن الهبل والحاجات اللي بتحصل يعني وبتاع. ومنشن ان هو بالاي اي على ما اعتقد يعني، راح عمل اكستنشن. قال لك ايه الاكستنشن دي؟ هي المتحكمه في يوتيوب. يعني في كام حاجه كده هو مش عايزهم، شالهم. يلا بقى غرف دهيه، انا مش عايزكم. وراح عمل منشن، قال لك لو عايز بقى اكستنشن زيها، تلاقيها في الكومنتات، تنزل تستخدم الاكستنشن دي والعب براحتك. طيب بتعمل ايه بقى الاكستنشن دي؟ دلوقتي انا مش من محبين الهوم بيج بتاعت يوتيوب، يعني انا اصلا في العادي ما بفتحهاش، ولو فتحتها بالغلط انا بتضايق. انا ليه فتحت الهوم بيج بالغلط؟ انا بدخل على صفحه السبسكرايبس، ان انا اعمل لهم سبسكريبشن يعني، او ان انا كده، او الاكونت بتاعي ده الثابت عندي. ما بفتحش اي حاجه تانية. حتى كانت صفحه الترند ايام ما كانت موجوده ما كنتش بفتحها، ولو بفتحها عشان ابص بس اشوف الحاجات اللي انا مهتم بيها بتظهر في الترند شكلها عامل ازاي. فالاضافه شالت لي الهوم بيج. بقت لو انا دوست على الهوم بيج افتح لي صفحه السبسكرايبرز او السبسكريبشن بتاعتي. تمام. اما اجي اتفرج على فيديو، المفروض بيظهر لك في الاخر اللي هو الشرايح اللي انت بتدخل تتفرج على فيديو تاني او تعمل شخص سبسكرايب والكلام ده. شلت الكلام ده، شكرا، ريح دماغك. هو انا جاي اتفرج على الفيديو بس، هو الفيديو ده بس. القايمه اللي في الجنب اللي بيكون فيها مقترحات فيديوهات، يلا بالسلامه عشان ما تسحلش. رحت شايلها. بقى الحوار كله سيمبل جدا. انا بدخل على الصفحه اللي انا بشوف فيها الناس اللي انا مشترك عندهم، الفيديو ده عجبني هدخل اتفرج، خلصت واقفل، شكرا على كده. عايز ارجع اتفرج على حاجه تانية، بدخل نفس الصفحه، ابص، تمام، ده حاجه انا مهتم بيها في الوقت الحالي، هدخل اتفرج. وقمه الانبساط ده مخليني ما بقاش مشتت بشكل كبير. وما بقاش اللي هو فكره التعفن الدماغي والجو ده، لان انا فعلا انا كان عندي المشكله دي. بقت ان انا بقعد بشتغل احسن، ما بقاش مشتت جامد جدا. بعرف ان انا انتج حاجات واطلع افكار، ما اعتمدش بشكل كبير على حاجات كتير يعني كانت تخليني اوقف دماغي. طيب هل في حاجات تانية؟ يعني انت اتكلمت من ناحيه الكونتنت دوت وكده، يعني هل في حاجات تانية؟ في حاجات تانية انت المفروض تعملها، وانا بتكلم وبقولها عشان انا فعلا عايز اعملها برضو. فكره انشاء المحتوى، الكونتنت اللي انا بعمله ده انا موقف بقالي كتير عشان انا ما عنديش محتوى اعمله. مفيش فكره محتوى انفذها، مع ان في افكار كتير ممكن اطلعها. يعني يا صاحبي، انت بتنزل محتوى عن الذكاء الاصطناعي، ازاي ما عندكش؟ ده انت عندك، ده انت كل يوم بيطلع لك موديل جديد. ده انت انثروبيك منزله 74 ابديت، ما اعرفش ولا كام ابديت. انت ممكن حتى لو انت ما بتستخدمش كلود، انت ممكن تنزل فيديوز تشرح، تعمل ايا كان. جه في بالي فكره ان انا اعمل فيديو اسبوعي بشكل اوديو زي ده، واحكي فيه اخبار الذكاء الاصطناعي في الاسبوع بيحصل ايه، واقعد اقول شويه كلام كده هنا وهناك. بس بعد كده فكست، قلت لا دي مش وقتها. دي ما اعرفش قدامي فكره ان انا اعمل ايه، فكست قلت دي مش وقتها. لحد ما وصلت لنقطه ان انا دلوقتي مفيش حاجه شغلاني، انا قاعد بشتغل وبس. طب ايه الفكره اللي طلعت بيها؟ اكتب. ايه ده؟ ازاي؟ ايوه اكتب يا عم. امسك كده ورقه وقلم واقعد اكتب. بتستخدم اللابتوب، افتح الوورد عندك واقعد اكتب. بموبايلك افتح يا عم جوجل دوكس واقعد اكتب. طلع اي حاجه في دماغك، حتى لو هتطلع بشكل سيء، كده كده هتطلع بشكل سيء. يعني انا نفسي كان في قصه
المفروض إن أنا باكتبها يعني أو حاجات جوايا باكتبها وباصيغها في شكل قصة، ما كملتش لسه يعني، ولكن طلّعت حاجات من جوايا، هي سيئة بشكل مش طبيعي بس ماشي تمام، أنت بتحاول، عشان بعد كده آخُدها وأوظّفها، أروح للذكاء الاصطناعي وأقول له طلّع لي الأخطاء وما أعرفش إيه، أخلّي بالي من إيه وهكذا. ما اعتمدش على الذكاء الاصطناعي، أنا لو هاعتمد على الذكاء الاصطناعي أنا هاعتمد إن هو لو هيكتب لي content أنا هاخده وأعدّل عليه برضه، أصل أنا مش هاخلّيك أنت تكون مضبّط لي الcontent واخده copy paste واشتغل بيه. طيب كتبت وبعدين؟ شوف اللي أنت كتبته ده تمام، هل أنت بتعمل content والّا أنت شخص عادي؟ أنت شخص عادي اقعد بقى يا عم استمر في الكتابة يوميًا أو أسبوعيًا مثلًا، يعني مثلًا أنت الأسبوع ده كله عملت حاجات كتير، دوّنها وضبّط الحاجات دي واقعد سجّلها بعد كده بصوتك لو عايز إن أنت عشان تلاقي نفسك بتحقق إنجازات أسبوعيًا تمام، وفكرة إن أنت ماسك موبايل وبتسكرول والكلام ده هتبدأ إن هي تروح منّك بعد وقت، يعني أنا الموبايل بالنسبة لي دلوقتي هو ولا حاجة، هو استخدامه أضعف من استخدام الكمبيوتر عندي، يعني ده ممكن هي لعبة يعني أنا منزّل عليه مثلًا بتاع مش عارف كام هنقول 16 رقم يعني استنوا هاقول لكم 48 لعبة، 48 لعبة غير applications كتير، وموبايل هو مش أحدث حاجة في السوق هو S10 Plus فمنزّل عليه حاجات كتير جدًا أنا ما باستخدمش أغلبهم، ما فيش غير لعبة واحدة اللي شدّاني دلوقتي بالعبها، باعمل التليفون offline ولا في أي إنترنت ولا أي حاجة، بادخل ألعب اللعبة دي لمّا أكون متضايق، بعد كده أفتح التليفون بس عشان notifications وأنا موصّله بالPC عشان المكالمات والكلام ده، وشكرًا. الموبايل ده ولا حاجة، يا دوب أمّا آجي أنام أسكرول كده على فيسبوك أشوف كام حاجة وأقفل برضه ما لوش أي 30 لازمة، اللي هو بدأت إن أنا آآ أنسى فكرة إن أنا أقعد أسكرول، أنا كنت باسكرول كتير جدًا على الموبايل، الموبايل ده والقديم اللي قبله برضه أنا كنت باسكرول كتير واقعد أشوف حاجات كتير، وده بيسحلني إن أنا ما أقومش أعمل الحاجة اللي عايز أعملها، يعني مثلًا أنا دلوقتي مطلوب مني إن أنا create فيديو وفي الشغل، لا أنا ماسك الموبايل وعمّال أسكرول، طب يا اسطى أنت ضيّعت من وقتك ساعة، أنا حرفيًا ضيّعت ساعة من وقتي باسكرول على الموبايل وما قُمتش أشتغل، كان ممكن الساعة دي أخلّص فيها الفيديو وأريّح نفسي، ده إزاي بقى؟ فمع الوقت بدأت إن أنا أخِف الحاجات دي خالص وأحس براحة بنت لذينة، فاعمل كده، اكتب واقعد طلّع كل اللي جواك في الكتابة، آآ استخدم الAI، استخدم الAI أنا باقول لك استخدم الAI، بس استخدم الAI بقى إن هو يساعدك تبعد عن الحاجات دي، إزاي؟ شغّل دماغك من الآخر، يعني أنا أي حاجة باعملها أو باقولها للناس، شغّل دماغك يا صاحبي تمام، ما توقّفهاش، يعني ما تخلّيش التعفُّن والحاجات الbrain rot اللي أنت بتشوفها دي هي اللي مسيطرة، شغّل دماغك يا معلم، أنت دلوقتي شغال content creator مثلًا أو أنت شغال media buyer أو بتعمل أيًا كان على الإنترنت، شغّل دماغك، هتشغّل دماغك، هافضل أقول كتير شغّل دماغك، أنا باشوف ناس في الكومنتات عند مؤثرين بيطلبوا منهم الحاجة جاهزة، إحنا عايزين الحاجة جاهزة، طب يا اسطى شغّل دماغك، يعني أنا دلوقتي واحد بامنتج، في فكرة طلعت في دماغي، دخلت أسيرش لقيت الويب سايت اللي بيقدّمها بقى كُلّه مدفوع، خلاص أنا مش هاعرف إن أنا أدفع فلوس، مش معايا تكلفة للحوار ده دلوقتي، وهُم تكلفتهم مُبالغ فيها، طَب أعمل إيه؟ أروح للذكاء الاصطناعي وأشغّل دماغي مع الذكاء الاصطناعي عشان يطلّع لي الحاجة دي بشكل مجاني واستخدمها. مثلًا حاجة تانية، الناس اللي هي بتاعة عايزة تعمل نفس الصورة مثلًا، يا اسطى شغّل دماغك، الصورة دي معمولة بشكل معيّن، أنت ممكن تبني tool جامدة
ببلاش تخلّيك تاخد أي style وتنفّذه على صورتك. ممكن تاخد الصورة نفسها وتروح تتكلّم كده مع الchat بتاعك وتقول له أنا عايز أطلّع الstyle اللي في الصورة ده وتقعد تحكي معاه. أنت وظّف الذكاء الاصطناعي إن هو يساعدك، تمام، واقعد اكتب، اقعد ابحث search، استخدم الطرق القديمة اللي إحنا كُنّا بنستخدمها قبل انتشار الذكاء الاصطناعي. أنا لمّا بدأت أعمل كده وأدوّر وأشوف وأخلّي الذكاء الاصطناعي هو بيساعد في حاجات بسيطة، أنا بقيت أحسن. خلاص أنا دلوقتي مش عايز أعتمد على إن كل حاجة تتم بالذكاء الاصطناعي. جه قدّامي جه قدّامي حاجة أنا نفّذتها كاملة من غير ما أروح لأداة ذكاء اصطناعي تنفّذها لي. أنا مش هاعتمد على الذكاء الاصطناعي أبدًا فيها، رغم إن أنا لو اعتمدت على الذكاء الاصطناعي هاخلّصها أسرع وتطلع أحسن بكتير، بس لأ، أنا قُلت أنفّذها أنا بدماغي وأشوف هل أنا فاكر أصلًا الحاجات دي والّا مش فاكرها. وطلعت فاكر وباعمل ولأ، ده أنت هتروح في الحتّة الفلانية هتحط كذا وهتعمل كذا وهتحرّك دي من هنا لهناك ومش عارف إيه. اتبسطت جدًا إن أنا نفّذت مشروع كامل من غير ما أعتمد على الذكاء الاصطناعي، غير إن أنا ممكن أكون سألت سؤال في حاجة أنا مش عارف إجابتها، أو مش موجودة على الإنترنت، فهو اقترح عليّا حاجات وقال لي أنت ممكن تعمل كذا، كذا، كذا وشوف، نفعت، نفعت، ما نفعتش خلاص يا عم إيه، ابدأ من جديد في الحتّة دي أو شوف لها طريقة تانية وبتاع. فدي حاجات كتير خلّتني إن أنا أشغّل دماغي، ما اعتمدش جدًا على ذكاء اصطناعي واخلّيه إن هو يبقى مغيّبني، ما اتفرّجش على فيديوز وحاجات تقعد بقى إن هي تخلّيني متخلِّف. كل اللي طالع دلوقتي طالعين متخلّفين. باتعلّم حاجات جديدة، الكتابة، الكتابة، الكتابة. نِفْسي إن أنا أشجّع نَفْسي على القراية، قراية الكُتب أو حاجات زي كده. أنا لو دخلت في خطوة القراية بتاعة الكُتب دي، أنا بيس، أنا تمام، أنا كده اتبسطت، اتبسطت جدًا وقفّلت كل حاجة. بالنسبة لي أنا قفّلت كل حاجة. يمكن في حاجات تانية كمان عايز إن أنا أشوفها، بس مش عارف بجد. ب ب ب بافكّر أصلًا معاكم وأنا باتكلّم في البودكاست هنا يعني. أتمنى إن الحاجات اللي أنا نفّذتها وخلّتني أحسن تفيدك وأنت تقعد تجرّب كتير. ده هيخلّيك أحسن بصراحة، بجد والله العظيم. وإن شاء الله، إن شاء الله يعني الحلقات الجاية هنتكلّم عن حاجة دي إحنا كُنّا بنتكلّم عليها قبل كده، وأنا نِفْسي إن أنا آآ أتكلّم للمرّة ال600,000 أنا ليه باكره تيك توك وما زلت هافضل أكره تيك توك حتّى لو أنا مستخدم للwebsite ده أو الapplication ده. لإن دي حاجة بجد أنا نِفْسي إنها تنتهي من الدنيا. نِفْسي فورمات التيك توك ينتهي من الدنيا. لو ده حصل ورجعنا للعصر الحجري للإنترنت، أنا والله هاتبسط، أنا بجد هاتبسط كده إن أنا أكون فاتح منصة أنا كنت باستخدمها مثلًا في 2011، 2012 وتكون بنفس الأسلوب، مش بأسلوب إن هو عايزك على طول مستخدم شره ليها. نِفْسي نرجع للمنتديات اللي بالمناسبة كنت عامل حلقة تقريبًا عنها وعايز أعمل حلقة تانية مُعاد صياغتها. نِفْسي أرجع فعلًا تاني للمنتديات واستخدام المنتديات. نِفْسي إن كل الفورمات القديمة دي ترجع، كل الحاجات القديمة دي ترجع. والله العظيم الواحد كان مبسوط ودماغه رايقة وبيدخل يبحث ويعمل ويفكّر يعني بجد، بجد، بجد أتمنى، 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 أتمنى إن الحاجات دي ترجع تاني، وإن الواحد يكون ذهنه صافي تمامًا وبعيد عن أي مشتتات ولا أي حاجة عاملة تعفُّن دماغي، ويقرّب لربنا ويفُكُّه من أي حاجة زبالة
جدًا على الإنترنت عشان بجد يعني هذا سيء. أشوفكم في حلقة جديدة من ميني بودكاست، اللي هتبقى الحلقة الofficial رقم 2. ما تنساش إنك تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الأوديو ده بقى لو عجبك. مش هينزل في أي حتة تانية خلاص. ما فيش أنغام، ما فيش أي حاجة تانية ينزل عليها البودكاست. هو هيبقى أوديو على اليوتيوب. أنت بتسمعني، عندك يوتيوب ميوزك، لو ظهرت لك في يوتيوب ميوزك فدي هتبقى حاجة حلوة. اسمعني من خلال يوتيوب ميوزك. وبجد بجد أتمنى الشير عشان ده بيفرق جدًا، جدًا. عشان أنا هانزّل أصلًا سلسلة فيديوهات. أتمنى لو خلّصتها بسرعة تنزل، هاكلّمكم فيها عن الذكاء الاصطناعي بالنسبة لي، أو رحلتي أنا يعني. ودي هتكون أجمد حاجة أنا عملتها في رحلتي على يوتيوب يعني. ولو حد عنده أي حاجة عايزني أنا أنزّلها على يوتيوب بالنسبة للAI، أو أنا أتكلّم في موضوع معيّن بالنسبة للAI، هاتكلّم بس مش هاشرح عشان أنا ما عنديش أدوات في الوقت الحالي. بس أنا ممكن أشرح لك الفكرة كلّها بتتم إزاي. اكتب لي في الكومنتات برضه، وسلام.